سيداتي سادتي، أنتم معنا في موضوع جديد يتعلق بالانتصار الكاسح للرياضة المغربية بشخص فوزي الأقجع، الذي استحق للمرة الثانية على التوالي عضو كشرف عضو لجنة الفيفا، وهو شرف كبير لا يستحقه إلا أولئك الذين يملكون الحكمة والتجربة والمصداقية. لكن السؤال العريض هو امتناع بعض دول المحور التي اعتدنا دول الجوار على أنها دائما تقع في مواقف تناقض ادعاءاتها، وهو موقف الجزائر، تونس، وكذلك جنوب افريقيا، هم اعداء الوحده الترابيه. ونعلم ان الفريق الوطني سينازل في مقابله اعلاميه منتخب تونس. لماذا اعداد هذه المقابله؟ ماذا استفدنا من الدعم التونسي في هذه المرحله؟ ولماذا تخصيص لقاء تجريبي مع منتخبها، مع العلم أن الموقف الرسمي للجامعة التونسية كان هو الامتناع عن دعم الموقف المغربي؟ نتمنى أن لا تبقى سياسة جبر الخواطر هي السياسة التي نتبعها لإرضاء الآخرين. فما يمكن أن نقوله في هذه المناسبة هو ضبط الأمور علي وعلى أعدائي.